دارا احد المستثمرين في مدينه دانم والحمراء. اجواء العيد هاي السنه الحمد لله رب العالمين كثير ممتازه، اقبال كبير على موجب فرق السنوات الماضيه. والسبب الاكبر هو عيد اول بعد 14 سنه، اول عيد بنكون من دون حكم نظام البائد. هاي بين العيد هذا والعيد الاعياد المضت، اول شيء تحرير سوريا، انفتاح سوريا جميعا على بعضها، وخاصه على محافظه ادلب مدينه دانا وسرمدا كموقع تجاري واستراتيجي كثير مهم. الاقبال الحمد لله كثير ممتاز، ضعف اضعاف على الاعياد الماضيه. وانفتاح سوريا والمحافظات كلها على بعضها، صار اقبال كبير على محافظه ادلب وخاصه مدينه دانا وسرمدا. وزوارها كثروا مثلا من حلب، الشام، حمص، لاطقي، محافظات سوريا اجمعين. في هذا العيد كانت امور الحمد لله جيده، يعني شفنا وجوه جديده، مثلا في اشخاص ما كنا نشوفهم هون صاروا يجوا مثلا نستقبلهم هون عندنا في المول الحمراء. مثلا انا عم بحكيك هلا بشكل عام عن المنطقه انا فيها موجود حاليا، يعني اللي كانت منطقه مثلا دانا او سرمدا انا موجود فيها يعني. والناس يعني صار في فرحه بوجوههم جديده يعني بشكل عام، عرفت علي شلون؟ يعني غير الاعياد السابقه. الاعياد السابقه كان يعني عيد وطبيعي جدا، الناس مهجره عن بلدها. مثلا في اشخاص ما كان هلا اكيد يعني مثلا احنا كنا محصورين في منطقه صغيره، عرفت علي شلون؟ يعني كنا بمنطقه صغيره وبعدين صارت كل سوريا تجي لهون، يعني مو بس منطقه المحرر سابقا. يعني في صار عندك محافظات جديده، صار عندك وجوه جديده، صار في نفوذ اكثر للمنطقه اللي نحن فيها يعني. ونحن منطقتنا يعني منطقه تجاريه بحته. بالنسبه للمنطقه كانت مستهدفه بالمنطقه مثلا المنطقه شمال السوري المحرر سابقا، تمام. استهدفوه بالنسبه لموقعه الجيد الجميل، التصاميم الحلوه كانت في المولات اللي موجوده عندنا، بالنسبه للامن والامان اللي متوفر عندنا كان في المنطقه. والله يديم الامن والامان، وان شاء الله ترجع سوريا مثل قبل، وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين والصحه والسلامه ان شاء الله.